هو أنت ليه بتصحى الصبح؟ مش قصدي بتصحى الساعة كام، قصدي السبب اللي بيخليك تقوم من السرير أصلا. في ناس وصلت ل100 سنة ولسه عندها سبب يخليها تقوم كل يوم، تشتغل، تتحرك، تقابل أصحابها وتعمل الحاجات اللي بتحبها، مش لأنهم اكتشفوا سر سحري للشباب، لكن لأن عندهم حاجة اسمها إيكيغاي، كلمة يابانية معناها ببساطة السبب اللي بيخليك تصحى الصبح. لكن السؤال الأهم، هل كل واحد فينا عنده إيكيغاي؟ ولا احنا قضينا وقت طويل بندور على الفلوس والنجاح لدرجة إننا نسينا أصلا احنا بنعمل كل ده ليه؟ قصة أوكيناوا في اليابان، وتحديدا في جزيرة اسمها أوكيناوا، لاحظ الباحثون ظاهرة لافتة. عدد كبير من السكان بيعيشوا الأعمار طويلة جدا، وفي نفس الوقت بيحافظوا على نشاطهم وحياتهم الاجتماعية. الكاتبان هيكتور غارسيا وفرانسيسك ميراليس سافروا لأوكيناوا عشان يحاولوا يفهموا ايه اللي بيخلي الناس دي تعيش حياة طويلة، لكن الأهم حياة لها معنى. قابلوا أشخاص كبار في السن ولسه بيزرعوا وبيطبخوا وبيمارسوا هواياتهم، وبيقابلوا أصحابهم وبيشاركوا في مجتمعهم. واللافت إنهم مش بيتعاملوا مع الحياة كأنها مرحلة لازم تستنى إن هي تخلص. كل واحد عنده حاجة بيعملها، حاجة مستنيها، حاجة بتخليه يقول أنا لسه عندي سبب أصحى عشانه بكرة. ومن هنا بنوصل لفكرة الإيكيغاي. طيب هي يعني إيه إيكيغاي؟ الإيكيغاي هو السبب أو المعنى اللي بيدي لحياتك قيمة وبيخليك عايز تكمل يومك. ومهم جدا نفهم حاجة، الإيكيغاي مش لازم يكون مشروع بملايين، ومش لازم يكون وظيفة أحلامك، ومش لازم تكتشفه في سن 20. ممكن يكون إنك بتربي أولادك، ممكن تكون بتحب الزراعة، ممكن تكون بتحب الرسم، أو حتى عادة صغيرة جدا لكن وجودها في يومك بيخليك تحس إن اليوم ده له معنى. الإيكيغاي مش بالضرورة حاجة عظيمة في نظر الناس، المهم إنها عظيمة بالنسبة لك. نموذج الإيكيغاي مشهور، وهنا في نموذج مشهور جدا بيحاول يشرح فكرة الإيكيغاي من خلال 4 دوائر. أول حاجة، إيه اللي بتحبه؟ تاني حاجة، إيه اللي أنت شاطر فيه؟ تالت حاجة، إيه اللي العالم أو الناس محتاجينه؟ رابع حاجة، إيه اللي ممكن تكسب منه؟ لكن هنا لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة، مش شرط ال4 دوائر يتحققوا مع بعض من أول يوم. إحنا أحيانا بنسأل هكسب منه كام قبل ما نسأل أنا بحبه أصلا ولا لأ. فبنختار الطريق على أساس الفلوس فقط، وبعدها بنستغرب ليه رغم إننا بننجح لسه مش حاسين بالرضا. المشكلة مش في الشغل، وهنا السؤال، ليه إحنا ربطنا سبب وجودنا بالشغل بس؟ فلوس، ترقية، تارجت، وبعد كل ده نقول لما أوصل للمرحلة دي هرتاح، وبعدين نوصل فنحط هدف جديد، وفجأة بنكتشف إننا قضينا سنين بنجري من غير ما نسأل نفسنا هو أنا أصلا بجري ليه؟ الدور مش المهنة. واحدة من الأفكار الجميلة في تجربة أوكيناوا إن الإنسان مش لازم يكون عنده مهنة عظيمة عشان يكون عنده سبب يعيش عشانه. ممكن يكون عنده دور، شخص بيزرع خضار وبيشاركها مع جيرانه، شخص بيهتم بأسرته،
شخص بيقابل أصحابه كل يوم وهو مبسوط. الموضوع مش أنا شغال إيه قد ما هو أنا بضيف إيه لحياتي وحياة اللي حواليا. وعشان كده فكرة التقاعد عندهم مش دايما بنفس الصورة اللي احنا متعودين عليها. مش الفكرة إنهم بيشتغلوا غصب عنهم لحد آخر عمرهم، لكن إنهم بيحافظوا على النشاط والعلاقات والهدف بتاعهم. ومش بس أوكيناوا، الكاتبان ما وقفوش عند أوكيناوا فقط. فكرة البلو زونز بتشير لمناطق مختلفة في العالم لاحظ الباحثون فيها ارتفاعا في طول العمر، زي سردينيا في إيطاليا ولوما ليندا في كاليفورنيا. ورغم اختلاف الثقافات في عوامل مشتركة: حركة يومية طبيعية، أكل بسيط ومتوازن، علاقات اجتماعية قوية، وإحساس بالانتماء والهدف. يعني الإنسان مش مصمم إنه يعيش معزول، إحنا محتاجين حركة وناس وسبب. وفي الكتاب في مفهوم تاني مهم جدا اسمه فلو، يعني اللحظة اللي بتكون فيها مندمج تماما في حاجة بتعملها لدرجة إنك تنسى الوقت. ممكن تكون بتكتب، بترسم، بتعزف، بتطبخ، أو حتى بتعمل حاجة بسيطة جدا تلاقي ساعتين عدوا وانت حاسس إنهم 10 دقايق. لأن الإيكيغاي مش بس أنا عايز أوصل لإيه، لكن كمان إيه الحاجة اللي وأنا بعملها بحس إن حاضر فعلا، قبول بدل محاربة. والكتاب بيتكلم عن موريتا سيربي، الأسلوب علاجي ياباني. الفكرة الأساسية إنك مش لازم تستنى مشاعرك السلبية تختفي عشان تبدأ تعيش. ممكن تكون قلقان وتبدأ، ممكن تكون خايف وتتحرك. مش كل شعور لازم نحاربه، أحيانا يكفي إننا نلاحظه ونكمل. الحقيقة يمكن مشكلتك مش إنك مش عارف إيكيغاي بتاعتك، يمكن مشكلتك إنك مستني تلاقي في صورة كبيرة جدا، مستني شغف خارق، مستني وظيفة أحلام. لكن ممكن الموضوع يكون أبسط من كده بكتير. يمكن الإيكيغاي بتاعتك تكون حاجة صغيرة بتعملها كل يوم بتخليك تحس إن وجودك له معنى. ابدأ بحاجة واحدة، حاجة بتحبها أو حاجة شاطر فيها، واعمل منها عادة. لأن المعنى أحيانا بيتبني من حاجات صغيرة بنكررها كل يوم. والإيكيغاي هو مش هدف توصله وخلاص، ومش شهادة بتاخدها، ومش وظيفة بنكتبها في السي في. الإيكيغاي هو أقرب لحاجة بتعيشها يوم ورا يوم. والناس اللي عايشة لأعمار طويلة مش بالضرورة اكتشفوا سر خارق، لكن في حياتهم غالبا في حركة وناس وحاجة بيعملوها، والسبب بيخلي بكرة مهم بالنسبة لهم. وعشان كده قبل ما تسأل نفسك هحقق ايه، جرب تسأل أنا بصحى الصبح ليه؟ ولو ما لقيتش إجابة واضحة ما تقلقش، يمكن المطلوب إنك تبدأ تدور عليها في حاجات صغيرة حقيقية بتخليك تحس إنك حي. انت بقى ايه الحاجة اللي بتخليك تصحى الصبح؟ مش لازم تكون شغل ومش لازم تكون حاجة كبيرة. اكتبها لي في الكومنتات، يمكن إجابتك دي تساعد شخص تاني يكتشف هو كمان ويقول أنا بصحى ليه. انتظروني في فيديو جديد كل خميس الساعة 8 مساء في رحلة جديدة. Thanks for watching.